عزيزي المستمع، يا مساء الليالي المقمرة اللي أسرارها بتطلع لما الدنيا تضلم، أو يا صباح الخير لو لسه بتحاول تفوق من حلم غريب شفته امبارح. في يا عزيزي حكايات كده ما بتتحكيش غير بالليل، وفي القرى البعيدة الهادية جنب الترع والحقول. حكايات بتخلي الرجالة الكبيرة تخاف تمشي لوحدها بعد نص الليل، وبتخلي العيال تستخبى في حضن أمهاتهم. حكايتنا النهاردة واحدة من الحكايات دي. تخيل معايا إنك فلاح بسيط راجع من غيطك بالليل بعد يوم شغل طويل، والجو هادي ومفيش غير صوت صراصير الحقل، وفجأة تسمع صوت ست بتنادي على اسمك. صوت مفيش في جماله ولا حلاوته، صوت كأنه متفصل على مقاسك، بيندهلك باسمك اللي ما حدش يعرفه غيرك. صوت بيسحبك ليه غصب عنك، بيخليك تنسى بيتك وعيالك ودنيتك كلها وتمشي وراه مسحور زي اللي معمول له عمل. يا ترى مين صاحبة الصوت ده وليه بتنادي عليك؟ النهاردة عزيزي المستمع في نسمة صوت هنفتح ملف واحدة من أشهر وأغرب وأجمل وأكتر الأساطير رعب في تراثنا الشعبي المصري، أسطورة النداهة. هنشوف إيه أصل الحكاية دي، وإيه الأوصاف المختلفة اللي اتقالت عنها، وهل هي مجرد خرافة لتخويف الرجالة عشان ما يرجعوش بيوتهم متأخر، ولا ممكن يكون وراها حكايات حقيقية لناس اختفت أو اتجننت في ظروف غامضة، وإيه سر ارتباطها دايماً بالليل والترع والحقول؟ استعد، القصة هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تمشي جنب أي ترعة بالليل لوحدك. يا حسن يا حسن. قبل ما ندخل في تفاصيل حكايات النداهة، لازم الأول يا عزيزي نعرف إن الأسطورة دي مرتبطة جداً بالبيئة الريفية في مصر، وخصوصاً في الدلتا. قرى هادية حواليها حقول واسعة بتتحول لضلمة كحل بالليل، وترع ومصارف المية فيها ما بتتحركش كتير، وساعات بيطلع عليها ضباب خفيف. الجو ده لوحده بيخلق إحساس بالغموض والترقب، وبيكون بيئة خصبة لظهور الأساطير والحكايات الخرافية. أسطورة النداهة دي من الأساطير الشفوية، يعني بتتنقل من بق لبق ومن جيل لجيل. مفيش كتاب قديم بيقول النداهة هي كذا وكذا، لأ، دي حكايات كبرت واتطورت مع الناس، وكل منطقة وكل قرية زودت عليها التاتش بتاعها، بس في عناصر أساسية تقريباً متفق عليها في كل الحكايات. السؤال بقى عزيزي المستمع، الحكاية بتبدأ إزاي بقى؟ هقولك. عادة بيكون بطلها راجل أو شاب ماشي لوحده بالليل جنب ترعة أو في وسط الغيطان، وفجأة يسمع صوت ست بتناديه باسمه. والصوت ده يا صاحبي مش أي صوت، الحكايات كلها بتوصفه إنه صوت ساحر وجميل بشكل لا يقاوم، صوت فيه حنية ودلع وإغراء يخلي أجدع شنب يدوخ ويسرح. النداهة دي ذكية قوي، ما بتناديش اسمه والسلام، لأ، دي بتنادي على الشخص باسمه الحقيقي اللي ما حدش يعرفه غيره. يا فلان تعالى، أنا هنا. وهنا بقى بتبدأ المعضلة. لو الراجل ده قلبه جامد وقدر يقاوم النداء وما ردش عليها، ممكن ينجو بحياته، بس ممكن يتصاب بحمى شديدة أو يفقد النطق مؤقتاً من الخضة. طيب شكلها إيه بقى النداهة دي؟ هنا بقى الحكايات بتختلف. في اللي بيقول إنها جنية جميلة جداً، فاتنة، شعرها طويل أسود وعينيها ساحرة، بتظهر للرجالة عشان تغويهم وتاخدهم لعالمها تحت المية. وفي اللي بيقول إنها روح ست غرقانة ماتت غدر أو بحسرتها، وروحها تايهة وبتنادي على أي حد عشان يونسها أو عشان تنتقم من الرجالة كلهم.
وفي اللي بيقول إن محدش بيشوفها أصلاً، هي مجرد صوته بس، ولو حد شافها بيشوفها على هيئة أكتر واحدة ست بيحبها أو بتشغل باله، عشان كده ما بيقدرش يقاومها. وفي كل الحالات هي رمز للجمال القاتل والإغراء اللي وراه هلاك. طيب عزيزي المستمع، بعيداً عن الخرافات والجن والعفاريت، هل ممكن يكون في أي تفسير شبه علمي أو اجتماعي للأسطورة دي؟ الباحثين في الفولكلور والتراث الشعبي عندهم كم نظرية مثيرة للاهتمام. ناس بتقول إن صوت النداهة ده ممكن يكون مجرد تفسير خيالي لأصوات طبيعية غريبة بتحصل في الريف بالليل، زي صوت الريح وهي بتعدي بين عيدان الغاب أو الزرع الطويل، أو أصوات حيوانات ليلية معينة، أو حتى صدى الصوت في المناطق الفاضية جنب الترع. والإنسان بخياله وبخوفه من الضلمة بيحول الأصوات المجهولة دي لصوت ست جميلة بتناديه. نظرية تانية بتقول إن الفلاح اللي بيشتغل طول اليوم في الشمس وممكن يكون بيعاني من ضغوط نفسية أو مشاكل، وهو راجع لوحده بالليل في مكان هادي وموحش، عقله الباطن ممكن يخليه يشوف أو يسمع حاجات مش موجودة. الهلوسة دي بتكون انعكاس لرغباته المكبوتة أو مخاوفه الدفينة، يعني هو عايز يسمع صوت ست حلوة بتناديه، فخياله بيخلق له الصوت ده. النظرية الأقوى والأهم بقى عزيزي المستمع بتقول إيه؟ بتقول إن أسطورة النداهة دي تم اختراعها أو تضخيمها عشان تخدم هدف اجتماعي مهم، هو إنها تخوف الرجالة من السهر برا البيت أو الصياعة بالليل، وتخليهم يرجعوا لبيوتهم ومراتاتهم بدري، وكمان عشان تخوف الشباب من المشي لوحدهم في أماكن خطرة بالليل ممكن يكون فيها قطاع طرق أو حيوانات مفترسة. يعني النداهة كانت بعبع للكبار، طريقة غير مباشرة لفرض النظام والأخلاق في المجتمع الريفي المحافظ. أسطورة النداهة يا عزيزي ما كانتش مجرد حكاية بتتحكي في القرى وبس، دي ألهمت كتير من كبار الكتاب والفنانين المصريين. يمكن أشهر عمل تناولها هو رواية النداهة للأديب الكبير يوسف إدريس، اللي اتحولت لفيلم شهير سنة 1975 بطولة ماجدة وشكري سرحان. الفيلم ده قدر يجسد بشكل عبقري الصراع بين حياة الريف الساذجة والبسيطة اللي بترمز ليها النداهة كخرافة، وحياة المدينة الصاخبة والمادية. في الرواية والفيلم النداهة ما بقتش مجرد جنية بتخطف الرجالة، دي بقت رمز لحاجات أعمق بكتير، بقت رمز للإغراء، للحلم بحياة مختلفة، للتمرد على الواقع. بقت هي نداء المدينة الصاخب اللي بينادي على بطلة الفيلم عشان تسيب قريتها وتروح للقاهرة، وفي الآخر بيغرقها في مشاكله وهمومه. وبكده يوسف إدريس استخدم الأسطورة الشعبية عشان يعبر عن قضية اجتماعية وفلسفية كبيرة، وده يورينا عزيزي المستمع قد إيه الأساطير الشعبية دي غنية بالمعاني والرموز، وإنها مش مجرد حكايات للتسلية أو التخويف، دي مراية بنشوف فيها نفسنا ومخاوفنا وأحلامنا وصراعاتنا الداخلية. النداهة ممكن تكون جوه كل واحد فينا، صوت داخلي بينادينا عشان نعمل حاجة معينة، سواء كانت الحاجة دي خير أو شر، نجاة أو هلاك. في الآخر يا عزيزي، بعد رحلتنا في عالم النداهة الساحر والمرعب ده، وبعد ما شفنا إزاي خرافة بسيطة ممكن تكون شايلة جواها كل المعاني دي، الواحد لازم يقف احترام لعبقرية الخيال الشعبي اللي قدر يخلق أسطورة بالجمال والعمق ده. يمكن النداهة بتاعت زمان اللي كانت بتنادي بصوتها الساحر جنب الترعة ما بقتش موجودة دلوقتي بنفس الشكل، بس يمكن ظهرت نداهات تانية في حياتنا العصرية أشد خطورة وأكثر إغراء. نداء السوشيال ميديا اللي بيسرق عمرنا، نداء الفلوس السريعة اللي ممكن يودينا في داهية، نداء الشهرة الزائفة، نداء أي حاجة بتوعدنا بسعادة وهمية
وفي الآخر بتغرقنا في بحر من المشاكل. المهم إننا نتعلم من أسطورة النداهة الدرس الأهم: مش كل صوت حلو بينادي علينا لازم نجري وراه، لازم نشغل عقلنا ونحكم قلبنا، ونعرف نفرق بين النداء اللي هيودينا بر الأمان والنداء اللي هيغرقنا في بحر الضياع. عزيزي المستمع، دي كانت حكايتنا النهاردة في نسمة صوت عن أسطورة النداهة الجنية اللي صوتها أحلى من العسل وأخطر من السم. يا رب تكون استمتعت بالحدوتة دي وخلتك تفكر معانا في النداهات اللي في حياتنا كلنا. ولغاية ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات تراثنا اللي مليان أسرار وعبر، بنقولك خلي دايماً ودانك صاحية وقلبك واعي، وما تخليش أي نداهة تضحك عليك. ويا رب يومك كله يبقى قرارات سليمة، ويا رب كل أحلامك تكون خالية من الكوابيس، وكل لياليك أنس وفرح وسعادة. عزيزي المستمع، صباح الفل أو مساء البهجة على حسب ما بتسمعنا دلوقتي. رجعنا لك من جديد نعيش مع بعض دقايق من الروقان نهرب فيها من زحمة الحياة وملل الروتين اليومي، فانسى كل مسؤولياتك شوية وما تفكرش في أي ضغوط. وأهلاً بيك معانا في نسمة صوت. في يا صاحبي شخصيات كده ما كانتش مجرد أبطال حكايات، دول كانوا جزء من طفولتنا، جزء من كوابيسنا، وجزء من تكوين شخصيتنا وإحنا صغيرين. شخصيات يمكن أهلنا استخدموها عشان يخوفونا فنسمع الكلام، بس هي في الحقيقة أعمق وأقدم من كده بكتير. تخيل معايا كده ست عجوزة شكلها مرعب، شعرها منكوش واسنانها صفرة وطويلة وعينيها بتطق شرار. ست بتخطف العيال الصغيرة اللي ما بيسمعوش الكلام وتاكلهم وتطبخهم في قدور كبيرة. مين هي الست دي؟ طبعاً كلنا عرفناها، أمنا الغولة. الاسم لوحده كفيل إنه يرجع لك ذكريات الرعب الطفولي الجميل ده. النهاردة عزيزي المستمع في نسمة صوت هنفتح ملف واحد من أشهر وأعظم وحوش التراث الشعبي العربي والمصري، ملف أمنا الغولة. هنشوف إيه أصل الحكاية دي، ولا هي مجرد خرافة جداتنا اخترعوها علشان يخلونا ننام بدري، ولا ممكن يكون وراها جذور تاريخية أو أسطورية أقدم بكتير. وإيه سر انتشارها في ثقافات مختلفة بأشكال وأسماء تانية؟ استعد لرحلة هتخليك تضحك وتترعب وتسترجع ذكريات طفولتك، رحلة هنحاول فيها نكشف سر أمنا الغولة اللي رعبت أجيال. عشان نفهم حكاية أمنا الغولة دي لازم الأول نعرف إن فكرة الغول أو الغول الأنثى دي فكرة قديمة جداً وموجودة في تراث شعوب كتير مش بس عندنا. دي شخصية أسطورية من العصور السحيقة بترمز للخوف من المجهول ومن الأماكن المهجورة زي الصحاري والجبال والمقابر. الغول ده كان دايماً بيتوصف إنه كائن متوحش بياكل لحوم البشر وعنده قدرات خارقة وساعات بيكون ساحر. في التراث العربي قبل الإسلام عزيزي المستمع، الغول كان واحد من أنواع الجن أو الشياطين اللي بتظهر للمسافرين في الصحراء وتضللهم عن طريقهم وبعدين تاكلهم، وكانوا بيوصفوه بأشكال مختلفة ومرعبة. لما الإسلام جه أكد على إنه لا غول ولا صفر ولا هامة، يعني نفى وجود الغول ده ككائن حقيقي واعتبره مجرد خرافة وتوهم.
بس برغم النفي الديني ده، شخصية الغول فضلت عايشة وبقوة في الحكايات الشعبية والخرافات اللي بتتحكي من جيل لجيل. كتاب ألف ليلة وليلة مثلاً مليان بقصص عن الغول والعفاريت والجن اللي بتخطف الناس، ومع الوقت بدأت تظهر شخصية الغول الأنثى أو الغولة بشكل أقوى، وبقت هي البطلة الرئيسية في حكايات الرعب الشعبية، خصوصاً الحكايات اللي بتتحكي للأطفال. في مصر بالذات يا عزيزي، شخصية الغولة دي خدت طابع خاص ومميز جداً. ما بقتش مجرد وحش مرعب وبس، لأ، دي بقت كمان أمنا الغولة. كلمة أمنا دي لوحدها فيها تناقض عجيب، كأنها أم وفي نفس الوقت وحش. وده بيورينا عبقرية الخيال الشعبي المصري اللي بيعرف يمزج بين الرعب والفكاهة. أمنا الغولة في الحكايات المصرية هي العدو الأول للأطفال اللي ما بيسمعوش الكلام. ما بتنامش بالليل؟ هتجيلك أمنا الغولة. ما بتخلصش أكلك؟ أمنا الغولة هتاكلك. بتخرج تلعب في الشارع وقت الأيلة؟ أمنا الغولة هتخطفك. كانت هي العصاية السحرية اللي الأمهات والجدات بيستخدموها عشان يربوا العيال ويفرضوا النظام. سمعك عزيزي المستمع بتقول: طب شكلها إيه بقى أمنا الغولة دي في الخيال الشعبي؟ هقولك، الحكايات بتوصفها بأشكال مختلفة بس كلها مرعبة. ست عجوزة شمطاء، شعرها أبيض ومنكوش زي ليفة المواعين، سنانها طويلة وصفرة وطالعة لبرة، ضوافرها طويلة ومعقوفة زي المخالب، وعينيها بتطق شرار أحمر في الضلمة. وساعات بيقولوا إن رجليها معمولة من النحاس، أو إن ليها رجل حمار ورجل بني آدم. الأكل المفضل بتاعها طبعاً هو لحم الأطفال الصغيرين. بيقولوا إنها بتخطفهم وتوديهم بيتها اللي في الصحراء أو في المقابر، وتطبخهم في قدور كبيرة وتاكلهم وتدي عظمهم لجراويها السبعة. يا ساتر، الرواية دي لوحدها كانت كفيلة إنها تخلي أي عيل ينام من المغرب وما يطلعش من تحت البطانية. بس طبعاً عزيزي المستمع، زي أي حكاية شعبية لازم يكون في بطل بيقف للشر ده. وجرى ايه للدنيا؟ الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ أمنا الغولة في الحكايات المصرية ما كانتش دايماً بتكسب، زي كتير كانت بتطلع عبيطة وهبلة. والبطل الشعبي الذكي زي الشاطر حسن مثلاً بيقدر يضحك عليها ويهرب منها، وساعات كمان بيقتلها وينقذ الناس من شرها. وده كان بيدي للأطفال إحساس بالأمان في الآخر، وإن مهما كان الشر قوي الخير والذكاء بينتصروا عليه. طيب نيجي بقى للسؤال المهم: هل كل الحكايات دي مجرد خيال في خيال؟ ولا ممكن تكون أمنا الغولة دي ليها أي أصل تاريخي أو أسطوري قديم؟ هنا بقى الباحثين في الفولكلور والتاريخ ليهم نظريات كتير ومثيرة جداً. منهم نظرية بتقول إن شخصية الغولة دي ممكن تكون في الأصل بقايا إلهة أو إلهة خصوبة عظيمة كانت بتعبد في الحضارات القديمة، زي الإلهة المصرية القديمة تاورت اللي كانت على شكل فرس نهر حامل وبتحمي الولادة والأطفال، أو الإلهة البابلية لاماشتو اللي كانت بتخطف الأطفال الرضع. ولما الديانات دي انتهت وجت مكانها ديانات تانية، صورة الإلهة القديمة دي اتشوهت واتحولت من إلهة بتحمي أو بتتحكم في الحياة والموت لوحش شرير بيخطف الأطفال وبياكلهم. كأن الديانات الجديدة كانت بتحاول تشيطن آلهة الديانات اللي قبلها عشان الناس تبعد عنها. نظرية تانية بتقول إن أسطورة الغولة اللي بتاكل لحوم البشر دي ممكن تكون ذكرى شعبية مشوهة لفترات المجاعة الرهيبة اللي كانت بتضرب المنطقة زمان. في أوقات الجوع الشديد للأسف كانت بتحصل حالات أكل لحوم بشر حقيقية عشان الناس تقدر تعيش، ومع الوقت اتحولت الذكريات المرعبة دي
لقصص خرافية عن وحش اسمه الغول أو الغولة. نظرية تالتة بتقول إن الغولة ممكن تكون رمز للستات اللي المجتمع كان بينبذهم أو بيخاف منهم زمان، زي مثلاً الستات اللي مش متجوزين وعايشين لوحدهم، أو الساحرات، أو الستات اللي عندهم معرفة بالأعشاب والطب الشعبي، أو حتى الستات اللي شكلهم غريب أو عندهم عاهة. المجتمع بخوفه من المختلف كان بيحولهم لوحوش في الحكايات عشان يحذر الناس منهم. نظرية أخيرة عزيزي المستمع بتربط الغولة بالطبيعة نفسها، الصحراء أو الغابة أو الكهوف المظلمة، كلها أماكن مجهولة وخطيرة بالنسبة للإنسان. فالغول أو الغولة كانوا تجسيد لكل المخاوف دي. هي الوحش اللي ممكن يطلع لك من الضلمة وياكلك، هي رمز لقسوة الطبيعة اللي ما بتعرفش رحمة. في الآخر يا عزيزي، بعد الرحلة المرعبة والممتعة دي في عالم أمنا الغولة، وبعد ما شفنا إزاي ممكن تكون مجرد خرافة أو وراها أسرار تاريخية عميقة، الواحد لازم يعترف بعبقرية الخيال الشعبي اللي قدر يخلق شخصية بالثراء والتعقيد ده. أمنا الغولة دي برغم كل الرعب اللي فيها كانت بتلعب دور مهم جداً في تربيتنا وإحنا صغيرين. كانت بتعلمنا حدود الصح والغلط، وكانت بتخلينا نتمسك بحضن أمهاتنا ونحس بالأمان. ويمكن في عالم مليان بالمخاطر الحقيقية كنا محتاجين وحش خيالي نخاف منه عشان ننسى مخاوفنا الحقيقية. المهم إننا نعرف إن كل خرافة وراها حكاية، وورا كل وحش ممكن يكون في معنى أو درس مستخبي، وإن الخوف من أمنا الغولة هو اللي بيخلينا ندور على حضن أمنا الحقيقية اللي فيه كل الأمان. عزيزي المستمع، دي كانت حكايتنا النهاردة في نسمة صوت عن أمنا الغولة، الوحش اللي حبيناه وخفنا منه في نفس الوقت. يا رب تكون استمتعت بالحدوتة دي ورجعت معاك ذكريات حلوة أو مرعبة. ولحد ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات التراث اللي بتعرفنا على نفسنا أكتر، بنقولك ما تخافش من أي غولة في حياتك، لأن أقوى سلاح ضد أي خوف هو الشجاعة والنور اللي جواك. يومك كله أمان من غير غيلان. سلام. خلاص انا مبقتش خايف من الغولة. عايز تفلفص من زحمة الحياة وتعيش لحظة روقان حلوة وتسمع حاجة ممتعة في هدوء، بعيد بقى عن الدوشة والهري والترندات السخيفة، وكمان تريح عينيك شوية من إزعاج الشاشات والأضواء. احنا هنا عزيزي المستمع عشان نعيش معاك الأجواء الجميلة دي. فأهلا بيك في حلقة جديدة من نسمة صوت. عزيزي المستمع، لو انت من عشاق الغموض والأسرار التاريخية اللي بتوقف الأنفاس فاستعد، الموضوع ده معمول مخصوص عشانك انت. اوعى تفتكر ان جاية احكي لك الحكاية التقليدية عن الفراعنة اللي كلنا سمعناها 100 مرة. لا، انا جاية النهاردة اكشف لك عن وجه تاني خالص عن الحضارة دي، وجه مليان ألغاز وعجايب هتخليك تعيد حساباتك في كل تصوراتك عنها. انا عارفة اننا لما بنقول فراعنة بيخطر في بالك على طول الأهرامات وبالهول، وده شيء طبيعي لأنهم أشهر رموز الحضارة الفرعونية فعلا، ومعاهم كمان أساطير توت عنخ آمون، الملك الصغير اللي مات وهو عنده 19 سنة بس، وساب وراه المقبرة الوحيدة اللي اكتشفوها كاملة سنة 1922 وكنوزها اللي أبهرت العالم كله. لكن انت تعرف ان حكاية توت عنخ آمون دي نفسها مليانة ألغاز لسه ناس كتير قوي ما سمعتش عنها، زي مثلا سبب موته اللي لسه لغز لحد النهاردة، ده غير مصطلح لعنة الفراعنة اللي ارتبطت بمقبرته وشغلت الدنيا كلها واتكتبت فيها مئات الكتب
واتعمل من حكايتها عشرات الأفلام السينمائية. يعني من الآخر الحضارة الفرعونية مش بس كام هرم ولا معبد ولا كام مسلة ولا مقبرة، دي يا عزيزي إمبراطورية كاملة عاشت آلاف السنين، وكان فيها ملوك وملكات كل واحد فيهم حكايته أغرب من التانية. مش عايزة أطول عليكم، تعالوا نبدأ جولتنا ونغوص شوية في أسرار الحضارة الفرعونية عشان نوصل للي احنا عايزين نقوله النهاردة. عندنا مثلا الملكة حتشبسوت، دي كانت مش مجرد ملكة، دي نموذج مدهش لواحدة ست حكمت مصر زي الرجالة بالظبط، لدرجة إنها كانت بتتصور ساعات بدقن فرعونية. حتشبسوت كانت أول ملكة فرعونية عملت رحلات تجارية أسطورية لبلاد بعيدة اسمها بلاد بونت، جابت منها كنوز وبخور وحيوانات غريبة، ولما ماتت اللي جه بعدها حاول يمسح اسمها من على كل حيطة. ليه يا ترى؟ ده لغز تاني. طب هل كان عندك فكرة إن الفراعنة كانوا بيقضوا وقت فراغهم إزاي؟ كانوا بيلعبوا؟ الناس اللي حيروا العالم في إنجازاتهم العظيمة كانوا بيلعبوا؟ والله زينا بالظبط، معقول؟ تخيل كان عندهم كده ألعاب لوحية زي لعبة السنت، حاجة كده شبه لعبة الشطرنج، وكانوا بيعتقدوا إنها مرتبطة برحلة الروح للعالم الآخر، يعني مش مجرد تسلية، دي ليها معنى أعمق. مش هتصدقوا لو قلت إن الفراعنة عرفوا كمان الأطراف الصناعية. علماء الآثار اكتشفوا موميا عندها صباع قدم كبير معمول من الخشب والجلد متثبت بإتقان، يعني من آلاف السنين كانوا بيحاولوا يعوضوا الأجزاء المفقودة في الجسم. ده كله غير أسرار العلوم والطب اللي هتخليك فاتح بقك من الدهشة. الفراعنة كانوا بيشخصوا أمراض وبيعملوا عمليات جراحية في المخ، أيوة في المخ، واكتشفوا أدوات جراحية دقيقة جدا. بس الغريب بقى إنهم كانوا بيستخدموا وصفات علاجية أغرب من الخيال. يعني عندك مثلا علاج العمى كانوا ممكن يستخدموا دهن الخنزير ودم الخفاش. طب والصداع كانوا بيربطوا تمساح صغير على راس العيان. طبعا مش كل علاجاتهم كانت كده، بس دي حاجات غريبة تستاهل إني أحكي لكم عنها. عندنا كمان سر التحنيط، 70 يوم بالتمام والكمال عشان يحولوا الجسم الموميا تعيش آلاف السنين. كانوا بيشيلوا كل الأعضاء الداخلية ما عدا القلب، عشان كانوا مؤمنين إنه مركز الروح والذكاء. أما المخ كانوا بيسحبوه حتة حتة من المناخير بعصاية رفيعة جدا. ومش بس كانوا بيحنطوا البني آدمين، كانوا بيحنطوا كمان ملايين الحيوانات زي القطط والقرود، حتى الحشرات. مقابر كاملة مليانة مومياوات حيوانات بالملايين، كانوا بيقدموها قرابين للآلهة. الرقم ده لوحده مرعب. عشان كده الحضارة الفرعونية كانت ملهمة للأدب والسينما العالمية. عمرك سألت نفسك ليه كل ما مخرج من هوليود يحب يعمل فيلم جامد فيه مغامرة وغموض وأكشن يوم جايب سيرة الفراعنة؟ الإجابة بسيطة، لأن تاريخ وحكايات الحضارة الفرعونية دايما كان فيها الخلطة السحرية المناسبة للسينما. شوف عندك مثلا سلسلة أفلام المومياء ذا مومي اللي خلت أجيال كاملة تخاف من الموميا وفي نفس الوقت تحب مغامراتها. والراجل براندن فريزر ده عمل شغل جامد وهو بيحارب أمنتحتب اللي صحي من النوم بعد آلاف السنين. وهنلاقي كمان فيلم آلهة مصر Gods of Egypt اللي جاب الآلهة بتاعتنا بيتخانقوا في السماء وعلى الأرض بمعارك جرافيكس مبهرة، وإن كان شطح بخياله حبتين. ومين بقى ينسى مغامرات دكتور جونز، أيوة إنديانا جونز، وهو بيتنطط وسط المقابر بتاعتنا ويدور على التابوت المفقود والكنوز المدفونة، طبعا مع شوية فبركة هوليودية، بس المغامرة حلوة. وحتى لما حبوا يودوا الناس الفضاء ربطوها بالفراعنة في فيلم ستار جيت، وقالك إن البوابة النجمية دي كانت عندنا من زمان. يا سلام على الأفكار. ده غير الأفلام التاريخية الضخمة اللي حاولت تحكي قصص الأنبياء في مصر زي الوصايا العشر The 10 Commandments، أو النسخ الأحدث زي الخروج إله وملوك Exodus Gods and Kings اللي جاب قصة سيدنا موسى مع رمسيس.
طبعا كل فيلم من دول ليه اللي ليه وعليه اللي عليه من ناحية الدقة التاريخية، بس المهم إنهم كلهم بيوروا قد إيه الحضارة دي غنية وملهمة. وبكده نكون خدنا رحلة صغيرة في بحر أسرار الحضارة المصرية القديمة اللي ملوش قرار، وكل اللي حكيناه نقطة في بحر لسه فيه كنوز مدفونة وألغاز مستنين اللي يحلها، وحكايات أغرب من أي خيال ممكن تتصوره. دلوقتي للأسف خلصت حلقتنا، بس لسه معانا جولات تانية كتير مليانة أسرار وألغاز. استنونا في حلقة جديدة من نسمة صوت. عزيزي المستمع، يا أهلا بيك، نورتنا في اسكندرية. وطبعا تلاقيك بتسأل دلوقتي أنهي اسكندرية بالظبط اللي هكلمك عنها النهاردة؟ هل اسكندرية بتاعت الإسكندر الأكبر وحلم الإمبراطورية؟ ولا اسكندرية بتاعت كليوباترا وقصص الحب والسياسة؟ ولا يمكن اسكندرية بتاعت الخواجات والجاليات الأجنبية بتاعت زيزينيا وبسترودس؟ ولا اسكندرية بتاعت يوسف شاهين وأفلامه اللي كانت ساعات جواب حب وساعات صرخة وجع؟ شايف المدينة دي مش مكان واحد يا صاحبي، دي طبقات فوق بعضها، زي كتاب تاريخ كل ورقة فيه بتحكي عن زمن مختلف. عشان كده صعب تفهمها من زيارة واحدة، لازم تقعد معاها وتسمعها وتخلي حجارتها وشوارعها وريحة بحرها تحكي لك حكايتها. عشان كده بيقولك اسكندرية مارية وترابها زعفران، ترابها ده شبعان حكايات. النهاردة في نسمة صوت مش هنكون مجرد راوي، هنكون عين اسكندرية اللي شافت كل حاجة. هنغوص سوا في تاريخها وهنفكك اللهجة بتاعتنا ونعرف أصلها إيه، وهنفتح ملف السينما والدراما اللي عشقت المدينة دي وخلدتها على الشاشة. جهز فنجان قهوتك عشان الحكاية طويلة ومحتاجة مزاج. حكاية مدينة فضلت طول عمرها بصة للبحر ومستنية حكايات جديدة تيجي معاه. الحكاية بدأت بحلم شاب مقدوني عبقري اسمه الإسكندر الأكبر، وهو بيحط أول حجر في قرية صيادين صغيرة اسمها راقودة. كان بيحلم بمدينة تكون منارة العالم كله، عاصمة لإمبراطوريته اللي ما بتغيبش عنها الشمس. ومات الإسكندر، لكن حلمه فضل عايش وكبر. في عهد البطالمة اسكندرية ما كانتش مجرد مدينة، دي كانت عقل العالم. تخيل معايا يا صاحبي مكتبة اسكندرية القديمة، أكبر مكتبة في العالم وقتها، فيها مئات الآلاف من لفائف البردي، وعلماء وفلاسفة من كل حتة بيجوا علشان يتعلموا ويناقشوا. وعلى شط البحر منارة فارس، واحدة من عجائب الدنيا السبع، نورها بيوصل لمسافة 50 كيلو متر عشان يهدي السفن. كانت مدينة عالمية بمعنى الكلمة، بتتكلم يوناني وبتفكر زي الفلاسفة، لكن الدوام لله وحده. عدى عليها الرومان والبيزنطيين والعرب، والمجد ده ابهت شوية. المكتبة اتحرقت والمنارة وقعت، ولحد ما جه محمد علي باشا في القرن ال19 وقرر يرجع للمدينة دي روحها. حفر ترعة المحمودية وبنى المينا من جديد وفتح الباب على مصراعيه للأجانب، ومن هنا اتولدت اسكندرية الكوزموبوليتانية. وهنا بقى لازم نقف ونسأل، ايه حكاية اللهجة بتاعتنا؟ ليه بنتكلم كده؟ ليه كلامنا فيه مزيج مختلف عن باقي مصر؟ الإجابة يا سيدي في الخلطة السكندرية. تخيل معايا الشوارع في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20، المصري البحراوي الأصيل ماشي جنبه الخواجة اليوناني صاحب محل البقالة، والإيطالي بتاع الأقمشة، والفرنسي موظف البنك، والأرمني الصايغ، والشامي تاجر القماش،
واليهودي صاحب محلات الملابس الكبيرة. كل دول كانوا عايشين مع بعض، بيتكلموا مع بعض، بيتعاملوا مع بعض في السوق وفي القهوة وفي الشغل، فكان طبيعي إن اللهجات تدخل في بعضها. إحنا أخدنا منهم وهم أخدوا مننا، وعملنا كوكتيل لغوي ملوش مثيل. عشان كده تلاقينا بنقول مفردات غريبة شوية على أهل القاهرة. لما نقول لحد أيوه بالتشديد ده، دي جاية من التأكيد التركي. ولما تلاقينا بنستخدم صيغة الجمع عشان نحترم اللي قدامنا ونقول له حضرتكم رايحين فين، ده برضو من التأثيرات القديمة. وكلمة جيبة بتاعت الستات دي أصلها إيطالي، جونا. وكلمة ترشي مش مخلل دي من أصل فارسي وتركي. وفلوكة ومينا كلمات ليها جذور يونانية ولاتينية ليها علاقة بالبحر. وحتى الشتيمة بتاعتنا كانت ساعات بتبقى بالخواجاتي. ده حتى كلمة أحيه لما بنقولها كل الناس بتبصلنا وبتبقى مستغربة، مع إنها مش شتيمة يعني. اللهجة دي مش مجرد طريقة في الكلام، دي ذاكرة حية، متحف صوتي بيحكي تاريخ المدينة وناسها اللي جم من كل حتة. الخلطة الساحرة دي والشخصية الفريدة للمدينة كانت لازم تخطف عين وقلب الفنانين. ومفيش فن عشا اسكندرية قد السينما والدراما. دي ما كانتش مجرد مكان تصوير حلو، لا، دي كانت شخصية رئيسية في العمل. وطبعا لما نتكلم عن سينما واسكندرية يبقى لازم نبدأ وننتهي عند ابنها العظيم يوسف شاهين. شاهين ما كانش بيصور في اسكندرية، ده كان بيصور جوه اسكندرية. كان بيفتح قلبه وجراحه وتاريخه الشخصي ويخلطه بتاريخ المدينة. في اسكندرية ليه؟ ورانا المدينة من زمن الحرب العالمية التانية بعيون شاب مراهق بيحلم بالتمثيل وبيكتشف الحب والسياسة. ورانا الخلطة العجيبة بتاعت المجتمع السكندري وقتها، اليهودي المثقف والأرستقراطي المصري والجندي الإنجليزي كلهم عايشين في نفس المكان. وبعدين في حدوتة مصرية واسكندرية كمان شاهين كبر والمدينة نفسها اتغيرت، فبقت أفلامه عبارة عن حوار بينه وبين ذكرياته، حوار كله حنين وألم، بيعاتب المدينة اللي بيحبها على التغيرات اللي حصلت فيها وعلى ضياع الروح الكوزموبوليتانية اللي كانت بتميزها. أفلام شاهين عن اسكندرية هي السيرة الذاتية لروح المدينة نفسها، مش بس سيرة مخرجها. ونيجي بقى لعميد الدراما اللي فهم اسكندرية بجد، الأستاذ أسامة أنور عكاشة. الراجل ده قدم لنا عملين يعتبروا أهم تاريخ درامي لروح المدينة. الأول هو مسلسل الراية البيضاء. ده ما كانش مجرد مسلسل، ده كان ملحمة عن الصراع اللي حصل في قلب اسكندرية وفي قلب مصر كلها. الصراع بين المعلمة فضة المعداوي اللي جسدتها العظيمة سناء جميل، وبين الدكتور مفيد أبو الغار اللي أداه العبقري جميل راتب. فضة ما كانتش مجرد تاجرة سمك معاها فلوس، دي كانت رمز للمادية الجديدة الفجرة، للثقافة الاستهلاكية اللي عايزة تهد كل حاجة ليها قيمة وتاريخ عشان تبني مكانها أبراج أسمنتية ملهاش روح. ومفيد أبو الغار ما كانش مجرد سفير قديم، ده كان رمز لروح اسكندرية القديمة، ثقافة الفن والأدب والتاريخ والاحترام. والصراع على الفيلا الأثرية كان في الحقيقة صراع على هوية اسكندرية نفسها. هل هتفضل مدينة ليها تاريخ وجمال ولا هتتحول لكتلة خرسانية زي أي مدينة تانية؟ المسلسل ده طرح سؤال كان ومازال أهم سؤال في تاريخ المدينة الحديث. أما لو عايز تعيش بجد في اسكندرية بتاعت الأربعينات وتشوف الخواجات وحياتهم وعلاقتهم بالمصريين بكل تفاصيلها، يبقى لازم تشوف تحفة أسامة أنور عكاشة التانية زيزينيا. المسلسل ده رسم بورتريه دقيق وممتع ومكتوب بحرفية شديدة للمجتمع السكندري في عز مجده الكازموبولاتيني، من خلال قصة بشر عامر عبد الظاهر اللي جسده ببراعة يحيى الفخراني. بنشوف أزمة الهوية والصراع الداخلي الإنسان، نصه مصري ونصه إيطالي، قلبه متعلق بمصر وعقله متعلق بأوروبا. بشر كان هو نفسه تجسيد لإسكندرية، المدينة اللي كانت طول عمرها واقفة بين عالمين. زيزينيا ورانا تفاصيل الحياة اليومية للجاليات اليونانية والإيطالية، وورانا نواديهم ومحلاتهم وطريقة كلامهم، وخلانا نعيش في زمن كان فيه التسامح والتعايش بين الثقافات دي هو أساس الشخصية السكندرية. المسلسلات دي
حفظت جزء من روح اسكندرية في شرايط عشان الجيل الجديد يشوفها ويتعلمها. وطبعاً ما نقدرش ننسى أفلام تانية كتير خدت من اسكندرية روحها وميتها وملحها، من رواية نجيب محفوظ العظيمة ميرامار اللي اتحولت لفيلم واللي بتحكي عن مصر كلها من خلال بنسيون صغير على بحر اسكندرية، ولغاية الكوميديا زي فيلم غريب في بيتي اللي ورانا الصدام الطريف بين شخصية شحاتة أبو كف الصعيدي اللي جاي من القاهرة والمجتمع السكندري المنفتح والمختلف. السينما والدراما شربوا من اسكندرية، واسكندرية اديتهم من روحها عشان تفضل حكايتها بتتحكي. وفي الآخر لما تقلب كل صفحات الكتاب ده من الإسكندر الأكبر ليوسف شاهين هتلاقي إن فيه بطل واحد حقيقي ومستمر في كل الحكايات: البحر هو اللي الإسكندر اختار يبني مدينته على شطه، وهو اللي جاب لها كل الجنسيات والثقافات دي في سفنه، وهو اللي ادالها رزقها من الصيد والتجارة، وهو برضو اللي ادالها طبعها مدينة منفتحة بتقبل الغريب وفي نفس الوقت مزاجها متقلب زي موجه. علاقة اسكندرية بالبحر مش علاقة مكان بمية، دي علاقة عشق أبدية. يمكن اسكندرية بتاعت الخواجات والزيزينيا ما بقتش موجودة بنفس الشكل، ويمكن الزحمة والمباني غيرت ملامحها كتير، لكن الروح لسه هنا، لسه هتلاقيها في طريقة كلامنا وفي حبنا للبحر وقدرتنا على الضحك والهزار حتى في أصعب الظروف، وهتلاقيها في الحنين الدايم لزمن كان فيه العالم كله عايش على أرضها بسلام. الحكاية ما خلصتش، اسكندرية لسه بتحكي والبحر لسه بيجيب لها حكايات جديدة، ودي كانت مجرد صفحة من كتابها اللي ملوش آخر. يا رب تكون استمتعت بالقهوة وبالحكاية، ولغاية ما نتقابل تاني على أي بحر من بحور الدنيا بنقولك كل مدينة ليها حكاية، بس اسكندرية حكايتها حكايات. يا رب يومك كله فريسكا ونسايم، وكل لياليك أنس وجمال وسعادة. عزيزي المستمع، ساعات التاريخ بيكون مخبي بين طياته صفحات سودة قوي، وأحداث الواحد عمره ما يتخيل إنها تكون حصلت بالفعل، لكن ساعات الواقع بتحصل فيه أوجاع وآلام تفوق الخيال. وكأن التاريخ بيقول لنا إزاي الطبيعة لما بتقسى والبشر لما بيطمعوا وبيفتروا ممكن الحياة تتحول لجحيم على الأرض. تخيل معايا بلد النيل، بلد الخير والبركة، أم الدنيا زي ما بنقول عليها. البلد دي في يوم من الأيام شافت أيام سودة لدرجة إن الناس أكلت فيها القطط والكلاب. أي والله زي ما بقولك كده، مش مبالغة ولا تهويل. أيام الجوع فيها وصل لدرجة إن الأب كان ممكن يبيع ولاده عشان لقمة عيش، والناس كانت بتتقاتل على جيفة حيوان ميت في الشارع. النهاردة في نسمة صوت يا عزيزي هنفتح واحدة من أكتر صفحات تاريخنا وجع وقسوة. هنحكي عن الشدة المستنصرية أو الشدة العظمى، الكابوس اللي ضرب مصر في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله لمدة 7 سنين عجاف، وخلى النيل يشح والأرض تبور والناس تموت بالآلاف من الجوع والوباء. إيه اللي حصل بالظبط؟ وإزاي مصر قدرت تقوم تاني على رجليها بعد كل الخراب ده؟ حضر قلبك لقصة فيها ألم وعبرة، لكن فيها كمان بصيص أمل في آخر النفق. وقبل ما ندخل في تفاصيل الشدة نفسها لازم نعرف الأول عزيزي المستمع إيه الظروف اللي مصر كانت فيها قبل الكارثة دي. الخليفة المستنصر بالله الفاطمي حكم مصر فترة طويلة جدا، حوالي 60 سنة. في بداية حكمه الأمور كانت ماشية كويس، والدولة الفاطمية كانت لسه قوية وليها هيبتها، لكن مع مرور الوقت بدأت المشاكل تظهر وتتراكم زي الغيوم السوداء في السماء. الخليفة المستنصر نفسه لما كبر ما بقاش مسيطر على أمور الحكم زي الأول، والوزراء وكبار الدولة بدأوا يتخانقوا على السلطة والنفوذ، وكل واحد عايز ينهب ويعبي في كرشه. الفساد انتشر في كل حتة. كمان يا عزيزي الجيش نفسه ما بقاش جيش واحد، ده بقى متقسم لفرق متناحرة، أتراك وسودانيين ومغاربة، كل فرقة ليها ولاءاتها ومصالحها، وكانوا دايما بيتخانقوا مع بعض، وساعات بيعملوا فوضى ونهب في البلد نفسها.
ويمكن ده السبب المباشر اللي فجر الأزمة، هو انخفاض منسوب مياه النيل بشكل غير مسبوق ولمدة 7 سنين متتالية. أيوة، 7 سنين النيل بخيره ما يوصلش للأرض بالقدر الكافي. تخيل مصر من غير نيلها اللي بيسقي زرعها وبيروي ناسها وحيواناتها، دي لوحدها كارثة. من هنا بدأت فصول الشدة المستنصرية أو الشدة العظمى، اللي المؤرخين بيقولوا إنها حصلت تقريباً سنة 1065 و1072 ميلادية. 7 سنين مصر شافت فيهم الويل بألوانه. يا ترى إيه اللي حصل لما النيل شح والزرع مات والجوع بدأ يقرص في بطون الناس؟ لما النيل منسوبه قل وما بقاش فيه مية كفاية للزراعة، أول حاجة حصلت إن المحاصيل قلت جداً والأسعار ولعت نار. القمح والشعير والفول والعدس، كل أساسيات الأكل بقت شحيحة وغالية بشكل جنوني. طيب ممكن تقولي عادي، ما احنا حتى الأيام دي عايشين في غلا ما بعده غلا. هقول لك اسمع المؤرخين بيقولوا إيه على الفترة دي عشان تحمد ربنا. المؤرخين اللي كتبوا عن الفترة دي زي المقريزي أو ابن إياس وغيرهم وصفوا حاجات تشيب شعر الراس. يعني لما الغلة خلصت الناس ما بقتش لاقية حاجة تاكلها، بدأوا يذبحوا القطط والكلاب وياكلوها. ما تتخضش، ده اللي حصل فعلا. بيقولوا إن سعر الكلب وصل ل5 دنانير ذهب والقطة ل3 دنانير. ولما القطط والكلاب كمان خلصوا الناس بدأت تاكل أي جيفة تلاقيها في الشارع. وأبشع حاجة اتقالت في بعض الروايات، وإن كان عليها خلاف وممكن تكون مبالغ فيها، بتقول إن الجوع وصل بالناس لدرجة إنهم بدأوا ياكلوا لحوم بعض. كانوا بيخطفوا العيال الصغيرة أو الناس الضعيفة ويذبحوهم وياكلوهم في السر. كمان كان الأب من شدة فقره وجوعه ممكن يبيع ولاده عبيد عشان ياكل بتمنهم. والستات الحرائر بقوا يعرضوا نفسهم للبيع كجواري عشان يلاقوا لقمة. كل ده عزيزي المستمع اتسبب في إن مدن وقرى كاملة فضيت من سكانها، والناس كانت بتموت بالآلاف كل يوم من الجوع. واللي بيقدر يهرب كان بيهرب لأي حتة تانية يلاقي فيها أكل. القاهرة نفسها اللي كانت عاصمة الدنيا وقتها فضيت شوارعها وبقت عاملة زي مدينة الأشباح. مع الجوع والضعف وقلة النظافة، الأوبئة انتشرت زي الطاعون والكوليرا وحصدت أرواح اللي فضلوا عايشين من المجاعة. تخيل يا عزيزي، مصر أم الدنيا، بلد الخير والنيل، توصل للحال ده. 7 سنين من الجحيم على الأرض. المؤرخين بيقولوا إن تلت سكان مصر ماتوا في الشدة دي، وإن البلد كلها اتقلب حالها. حتى الخليفة نفسه ما بقاش ليه أي هيبة ولا سلطان، والوزراء والأمراء بقوا بيتخانقوا على أي فتات فاضل. لكن تفتكر يا عزيزي، وسط كل الخراب واليأس ده، هل كان في أي بصيص أمل؟ هل كان في حد ممكن ينقذ مصر من الكارثة اللي هي فيها؟ ده اللي هنعرفه لما يظهر على مسرح الأحداث رجل دولة قوي قدر يلم الشمل ويرجع الأمور لنصابها. في عز اليأس ده والخليفة المستنصر شبه فقد السيطرة على كل حاجة، استنجد بواحد من قواده الكبار اللي كانوا في الشام، وهو بدر الدين الجمالي. بدر الدين ده كان راجل أرمني الأصل وقائد عسكري محنك وقوي الشخصية. الخليفة بعت له يستغيث بيه ويقول له الحق مصر، البلد بتضيع. بدر الدين الجمالي ما جاش مصر لوحده، ده جه ومعاه جيش قوي من رجاله الأرمن المخلصين له. وأول ما وصل القاهرة سنة 1074 ميلادية بدأ يعمل تنظيف شامل للبلد. أول حاجة عملها إنه خلص على كل الأمراء والقادة العسكريين اللي كانوا عاملين فوضى وبيتخانقوا على السلطة وبيستغلوا الناس. عمل لهم عزومة كبيرة، وفي نص العزومة أمر جنوده يقتلوهم كلهم. حركة غدر بس يمكن كانت ضرورية عشان يفرض النظام بالقوة. أعاد الأمن والأمان، وبدأ يطارد قطاع الطرق واللصوص اللي كانوا منتشرين في البلد وبيستغلوا ضعف الدولة، ورجع الأمن للشوارع والطرقات. واهتم كمان بالزراعة والنيل، وبدأ يصلح الترع والجسور ويشجع الفلاحين يرجعوا يزرعوا الأرض تاني، خصوصاً إن منسوب النيل كان بدأ يرجع يتحسن شوية في الفترة دي. أعاد بناء القاهرة
اللي كانت شبه اتخربت في سنين الشدة. بدر الدين الجمالي أمر بإعادة بناء أسوارها وأبوابها وبنى مساجد ومدارس جديدة. بدر الدين الجمالي بسياسة اليد الحديدية دي قدر في خلال سنين قليلة إنه يرجع الاستقرار لمصر ويقضي على المجاعة ويرجع للدولة هيبتها. صحيح إنه حكم بشكل مطلق تقريباً، والخليفة المستنصر كان مجرد صورة، بس المؤرخين بيعتبروه هو المنقذ الحقيقي لمصر من الشدة المستنصرية. ولما مات ابنه الأفضل شنشاه كمل مسيرته في الوزارة. الشدة المستنصرية عزيزي المستمع ما كانتش مجرد 7 سنين عجاف وعدوا وخلاص، دي كانت جرس إنذار قوي جدا هز مصر والدولة الفاطمية من جذورها وساب دروس قاسية للتاريخ كله. خطر الاعتماد على مصدر واحد للحياة. مصر كانت معتمدة بشكل شبه كلي على النيل، فلما النيل غاب الحياة كلها وقفت. ده بيورينا أهمية تنويع مصادر الرزق وعدم الاعتماد على حاجة واحدة بس. كارثة الفساد والصراعات الداخلية، الفساد اللي كان مستشري في الدولة الفاطمية والصراعات بين الأمراء والجيوش المختلفة، كل ده ضعف البلد وخلاها مش قادرة تواجه الأزمة لما جت. كأن الشدة كشفت كل أمراض الدولة المستخبية. بتعرفنا كمان أهمية القيادة الحكيمة والقوية في وقت الأزمات. لما ظهر قائد قوي زي بدر الدين الجمالي قدر يلم البلد وينقذها من الضياع. ده بيورينا إن في وقت المحن الناس محتاجة قيادة تعرف تاخد قرارات صعبة وترجع الأمور لنصابها. قدرة الشعب المصري على الصمود والتكيف برغم كل الأهوال اللي شافها المصريين في ال7 سنين دول، إلا إنهم قدروا يعدوا الأزمة، وبمجرد ما الظروف اتحسنت شوية رجعوا يزرعوا ويبنوا ويعمروا بلدهم تاني. شعب عنده قدرة عجيبة على امتصاص الصدمات والوقوف على رجليه من جديد. الشدة المستنصرية فضلت محفورة في ذاكرة المصريين وفي كتب التاريخ كأصعب فترة مرت على البلد يمكن في تاريخها كله. فترة بتفكرنا دايماً بإن النعم ممكن تزول لو مفيش حفاظ عليها، وإن الأمن والأمان والاستقرار دول أغلى من أي كنوز. في الآخر يا عزيزي، بعد ما عشنا مع بعض كابوس الشدة المستنصرية وشوفنا إزاي مصر قدرت تقوم تاني على رجليها بعد ما كانت على حافة الهاوية، الواحد قلبه يطمن ويقول سبحان من له الدوام. يمكن القصص اللي زي دي بتوجع القلب وبتورينا قد إيه الدنيا ممكن تكون قاسية، بس في نفس الوقت بتورينا قوة الروح البشرية وقدرة الشعوب على إنها تتجاوز أصعب المحن وتطلع منها أقوى. مصر على مر تاريخها الطويل عدت عليها شدائد ومحن كتير، بس دايما كانت بتعرف تقف على رجليها تاني وتنفض عن نفسها تراب اليأس وتبدأ من جديد. المهم إننا نتعلم من دروس الماضي ونعرف إن مفيش نعمة بتدوم للأبد لو مفيش شكر وحفاظ عليها، وإن الوحدة والعمل الجاد هم طوق النجاة في أي أزمة. ودي كانت حكايتنا النهاردة معاك عزيزي المستمع في نسمة صوت، عن الشدة اللي عدت وعن القوة اللي ما بتنتهيش. يا رب تكون لمست في القصة دي معنى جديد وخلتك تشوف التاريخ بعين مختلفة. ولغاية ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات زمان، بنقولك خلي دايما عندك أمل، واعرف إن بعد كل شدة فرج، وإن مصر دايما ولادة. يومك كله خير وبركة، ويا رب كل لياليك أنس وفرح وسعادة.